لو حصل ان قرار الاحاله فيه ما يشير الى ادانه المصري هتفتحوا الظرف ده وتطلعوا العقوبه. لو ما حصلش هتكتفوا بهذه المساله ويبقى الموضوع كده انتهى عند هذا الحد. طب السؤال الثالث، يبقى انت بيقولوا ايه في القبول علامه الرضا ولا السكوت علامه الرضا؟ السؤال الثالث الوقفه الاحتجاجيه طبعا انا لازم يبقى فيه نوع من الوضوح حتى عايزين نعرف منكم يا جماعه، ما احنا برضو كده ما خدناش اجابات. انت تعرفني، انا اعرفك من امتى يا استاذ خالد؟ 20 سنه. ها 20 سنه. ايه 20. صغر نفسك صغر نفسك. لا انت عايز يعني كام؟ هم 20 22. مفيش مشكله. ها صغر نفسك صغر نفسك. لا من 5 سنين بس واحنا صغيرين من 5 سنين. طب قول بدون الدخول في التفاصيل. انا امبارح والله العظيم يا استاذ خالد، وانت عارف انا يعني بقدرك قد ايه يعني، ربنا يخليك بيك جدا يعني. امبارح شفت مجموعه من الشباب المحترم قوي بالامانه يعني. نعم. وناس لها حقوق لوجيك وحاجه يعني، ناس اكل عيشها الكوره يا جماعه. وفي عقود وفي استمارات. النهارده جه جواب من الاتحاد الدولي قال لك ان العقد شريعه المتعاقدين وكل لعيب له عقد له حقوقه لابد ان ياخذ. صحيح. تمام. انا هنا لازم اعرف الناس اللي بتشوفنا دلوقتي وبتسمعنا ان في راجل جه اسمه عماد البنان، راجل محترم وبيحس بالناس دي. الراجل ده انا عرضت عليه الموضوع، وافق على اعانه جميع الانديه من الدوري الممتاز للدرجه الرابعه باعانه عاجله للمساهمه في حقوق اللعيبه دي. قدرها؟ نعم. قدرها قد ايه؟ لا قدرها ده لسه بيعملوا الميزانيات والكلام ده بناء على الجدول اللي عندنا بالانديه وعدد اللعيبه وكده، هتعلن خلال يعني 48 ساعه. بس انت عايز رقم رهيب. موافقه بالمساهمه في حقوق هؤلاء اللعيبه. تمام، بس انت عايز رقم رهيب. امبارح اعتقد انت كنت موجود. ما انا ماشي معاك في الكلام. انت امبارح كنت موجود اما انت سمعت جمله واحد بيقول يا جماعه احنا ممكن نديكوا 500 جنيه، ده على حسب متابعتي النهارده، وردني في الجمله لان انا تابعتها على مصادر الاخبار الكثيره جدا اللي اتكلمت على الوقفه الاحتجاجيه بتاعت امبارح. فانت بتقول في 500 جنيه ممكن اقدموا معانا، قال لك 500 جنيه ايه؟ دول ما يحصلوش ثمن البامبرز. لا ده الكلام ده بيقولوا بالنسبه للعيبه. ما هو اللعيبه. لا انا هقول لك الواقع. ما هو برضه محمد ابو العينين بالمناسبه هو اللي كاتبها النهارده في المسائي، انا قريت جورنال المسائي النهارده. محمد ابو العينين في المسائي. انا هقول لحضرتك اللي حصل بالظبط. نعم. ويمكن يا ريت الاستاذ محمد يكون سامعنا. واحنا قاعدين كان في شاب بيسال يا كابتن انا عندي لاعب بلعب باستماره ما عنديش عقد. احنا بنكتب ملونا قالوا لي وان اللعيبه اللي بالاستمارات يتسلموا شهريا بما يعادل 500 جنيه. فرد واحد من اللي واقفين قال والله العظيم يا جماعه ما يكفوا البامبر. قلت له معاك حق، بس شوف البساطه ان اللي باستماره ده يقول لك طب 500 جنيه في الشهر. ما هي برضه ناس بترضى بقليلها يا كابتن. ما هو برضه ال 500 يعني هو في ناس بتقبض لحد دلوقتي 500 جنيه بس مش عايزين يعني نصعب عليهم الحياه. والله امبارح شفت شباب بيقولوا لي هذا الكلام بياخد 500 و600 و1000. طب ما هو برضه خليني اقول لك، وانا قلت لهم كلمه امبارح، قلت لهم انا معاكم في اخر المطاف. طيب معاكم. يبقى اذا القرار لما الناس قعدت اخذت قرار نسيت المهمشين دول، ناسيه 3 درجات القسم الثاني والثالث محدش نسي يا استاذ خالد. نعم محدش نسي. امال ايه المساله؟ وانا فهمتهم الكلام ده. المساله احنا عايزين العجله تمشي والنشاط يرجع. النشاط هيرجع في درجه هيرجع في الباقي، مفيش مشكله. طيب ما عندناش مشكله. يعني اللعيبه امبارح عرضوا حاجه يا استاذ خالد. اتفضل. حاجه تشرف. قالوا لي يا كابتن عزمي احنا مستعدين نامن ماتشاتنا دي كده. والله زي ما بقول لك. قالوا ده لو كل نادي من انديه الدرجه الثانيه ولا الثالثه ب5 6 رجاله هيقفوا يخلوا الناس تقعد. وهي بتبقى في بلادهم يعني، كل واحد في بلده عارف بيقول ايه. ما انا بقول لحضرتك اهو. انا ناشدت امبارح الدكتور عماد البناني واتحاد الكوره ان لابد من مسانده الناس دي بكل ما اوتينا من قوه يا ريس. لان هم دول بالمناسبه اكتر ناس هتتعب من اللي حاصل حاليا.
فعلا فعلا فعلا. وده اللي ياكد لنا يا جماعه انه برضو لازم نبقى واخدين بالنا، واللي الناس اللي بيسمعونا الرساله دي يا كابتن عزمي، الناس اللي بيسمعونا، انه عشان الناس تعرف ان الكوره بقت فاتحه بيوت بجد دلوقتي، ان في ناس بقت شغلتها او يمكن المصدر الوحيد اللي بقى طوع ايده ويجيب منه فلوس هي الكوره. ما تزايدوش على حد، ولا مش عارف مين اللي يقول ايه مفيش لعب كوره الا كذا. طب اللي بيقولوا مفيش لعب كوره، طب ما راضيين بافريقيا ليه؟ وبتلعبوا كاس افريقيا ليه؟ لا راضيين بماتشات افريقيا ليه؟ اللي مش عايز نشاط يا ياخده كله يا يسيبه كله. وهستعين بالمثل الانجليزي take it all or leave it all. اللي مش عايز نشاط، اللي مش عايزين نشاط وبيفرضوه على مصر بصيغه تهديديه، سايبين افريقيا ليه تتلعب يا شباب؟ اشمعنى ماتشات افريقيا؟ ولا ده مش نشاط؟ انا عايز حد يجاوبني على السؤال ده عشان نبقى متسقين مع نفسنا، ونقبل الناس لما تبقى عندها راي ومصره عليه يبقى راي يخش العقل. ربنا يسترها يا استاذ خالد، والله ربنا يسترها. الدوره التنشيطيه اخبارها ايه برضه؟ الدوره التنشيطيه لسه تحت الدراسه وتحت الاتصالات ومستنيين احاله القضيه برضه. قضيه؟ ايه؟ لا يعني هو اما تحدد ميعاد قرعه يوم 21 يا سيدي البدايه يوم دي 29 كلها مواعيد قابله للتغيير، لان مفيش نشاط هينزل في مصر ولا يبدا في مصر الا بعد احاله القضيه يا استاذ خالد. انا بكلمك من الاخر بقى. طب ليه حددتوا تواريخ بقى؟ لا دي تواريخ مبدئيه يا ريس. هو يعني مش عارف اقولها لك ازاي. ايه؟ يعني بحضر لك جمله بس عايز اصيغها لك صياغه كويسه يعني. لا قول زي ما انت عايز، قول اللي يريحك. يعني انتوا يعني ناس اما وقفت وعملت تجمع، هل التجمع ده رساله وصلتكم فقررتوا ان كنتوا تتراجعوا عن انكم تطلقوا الدوره يوم 29؟ خالص يا استاذ خالد، نتراجع ليه؟ امال انا فهمتهم امبارح الكلام ده برضه. قلت لمين؟ قلت للشباب الكلام ده. اتراجع من ايه؟ ما هو القضيه هتحال خلال ايام يا استاذ خالد. انت كان عندك ميعاد بالمناسبه برضه. انت لما كنت بتتكلم كنت عارف ان في ميعاد للاحاله ويبدو ان هو اتاخر شويه. طب الميعاد الجاي امتى؟ والله خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله على اقصى تقدير باذن الله. احنا عايزين الناس ترتاح يا استاذ خالد، احنا مش هنخش في حوار الناس تبقى يعني كفايه الغضب اللي موجود من وراء القضيه دي. احنا بنحس بالناس برضه، مش عايزين نثير غضب الناس اكتر ما هو مثاره. اكيد. كابتن عزمي مجاهد مدير مركز اعلامي باتحاد الكره، بشكرك شكرا جزيلا، وعلى سعه صدرك اشكرك اكتر. خلينا نروح نشوف لقطات من الوقفه او التجمع اللي كان موجود من لعيبه الدرجات الادنى القسم الثاني والثالث والرابع في اتحاد الكره عشان يعرفوا راسهم من رجليهم. نشاط مرهون بإحالة القضية. إحالة القضية بتاع المذبحة بتاع بورسعيد، فلا بد من إحالة القضية عشان الرأي العام يرتاح والجماهير ترتاح وأسر الشهداء ترتاح. وبالمناسبة اتحاد الكرة النهاردة بيطالب مجلس الشعب، اتحاد الكرة بيطالب مجلس الشعب بعد زيادة الإعانة لأسر الشهداء من 30,000 ل 100,000. أنا بطالب واتحاد الكرة بيطالب بمساواة شهداء الثورة، بمساواة شهداء بورسعيد بشهداء الثورة. الوقفة تفجرت منذ اجتماع اتحاد الكرة مع مندوبي أندية الدوري الممتاز، والتجاهل التام لأندية الممتاز ب لما قالوا ان هتعمل دورة تنشيطية بالنسبة لأندية الممتاز أ، والتجاهل التام لأندية الممتاز ب. وفي نفس الوقت قالوا ان طبعا ان في تجاهل بالنسبة لنا، ما ينفعش احنا دلوقتي قاعدين في بيوتنا وقاعدين من غير لعب ولا من غير حاجة، فرفع شعار يتأكلونا يتلاعبونا. ما تستناش لما انا اشكي، انت حاسس بوجعتي، انت كلاعب
يعني عنده وجيعه، عنده وجيعه، فلازم الناس دي تعبر عنه ولازم تدي القرار في الوقت المناسب. الموضوع ده لو كان حصل في الممتاز بيه وفي الدرجه الثالثه كانوا يوقفوا الدوري الممتاز؟ ما كانش هيوقفوا الدوري الممتاز. طب هو الاهلي والمصري، المشكله بسبب الاهلي والمصري، اشمعنى يوقفونا احنا؟ والاهلي فين دلوقتي؟ انتوا كلاعبين اكيد وقع عليكم ضرر، عايزين نوضح للساده المشاهدين الضرر ده. كلمه بقول لحضرتك، هو الاهلي فين دلوقتي؟ الاهلي بياكلوا وبيشربوا وبيقبضوا، واحنا اللي اتضرينا واللي قاعدين من غير يعني احنا لقمه عيشنا الكوره بس. كلمه ضرر ديت كلمه صغيره، احنا مضرورين قوي. انت بتتكلم في ناس فاتحه بيوت، بتتكلم في ناس ما فيش دخل ثابت داخل لها غير الكوره. يعني ما فيش حد عنده دخل تاني يقدر يمشي بيه ظروفه، يقدر يمشي بيه بيته، ما فيش. ده اكل يعيشه دلوقتي هو الكوره. مصيرنا احنا ايه؟ يعني احنا مصيرنا هم دلوقتي قاعدين مش في دماغهم اي حاجه. انا جاي وربنا جاي مستلف فلوس عشان اجي. انا قريب من هنا بس مستلف فلوس عشان اجي اقف مع زمايلي اشوف الدنيا هتمشي ازاي. انا ليا فلوس في النادي، ما حدش حتى هان عليه يتصل بينا عشان نيجي ناخد فلوس، وفي فلوس. والسنه اللي فاتت كنا بنلعب ببلاش وكنا مستحملين الناس. دلوقتي ما فيش، دلوقتي في فلوس. ليه الناس عامله ناس سايبانا؟ طب ليه؟ زي ما هم بيفكروا للدوري الممتاز يفكروا في مصلحتنا برضه. يعني احنا والله 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 احنا مصدر رزقنا الكوره، ملناش شغلانه غير الكوره يا جماعه. واحنا كلنا الفرق كلها النهارده جايه هي وعايزين يشوفوا لهم حل في الموضوع دوت. واحنا يعني احنا عندنا استعداد هنفضل واقفين كده لحد ما يشوفوا لنا حل. المشكله اللي حصلت في الدوري الممتاز متهيألي ان الممتاز بيه ملوش دعوه بيها خالص يعني. فاحنا جايين النهارده نقف يعني نقول لاتحاد الكوره احنا مالناش ذنب في اللي حصل، وان اللعيبه بتاعت الممتاز بيه دي كلها بتصرف على بيوت. يعني احنا كنادي النصر متضررين بسبب زي ما انت شايف، احنا كنا في فورمه عاليه، كنا بننافس، كنا بامل ان احنا نصعد. بعد اللي حصل دوت طبعا زي ما انت شايف مصير اللعيبه كلها، يعني انت اكيد شايف من الوقفه الاحتجاجيه. فيعني احنا جايين كلنا بنعبر عن راينا، بنعترض على اللي بيحصل. تجمع العشرات من نجوم دوري الممتاز به امام مقر الاتحاد المصري لكرة القدم معلنين عن تضررهم ورغبتهم في استكمال النشاط الرياضي بدوري الممتاز به حتى لا تضيع حقوقهم. من امام مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، شادي سمير لزوم سبورت.